بنياس الأستاذ أحمد الريسي. أستاذ أحمد، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام والرحمة. مبروك. تحياتي لأخ محمد. ألف ألف الله مبروك. يبارك فيك. مبروك. ويعني شجعنا بنياس يبارك تشجيع كبير يوم الخميس في اللي شك. فات، وكان مش عايز أقول لك الناس كانت متابعة المباراة إزاي. الله يسلمك. وحتى هنا على أرض الواقع في دولة الإمارات طبعا طبعا. إخواننا من مصر كلهم موجودين ومشجعين، وهم والله يعني دائما قلوبهم الطيبة هذه يعني معانا، كانت في كل فترة الموسم حقيقة، وليس فقط في هذه المباراة. وطبعا كان لاعبنا الكبير محمد أبو تريكة يعني لعب مميز، وصراحة أمتعنا وامتع جمهور نادي بنياس والإماراتيين بشكل عام، لأن هذه البطولة بطولة إماراتية وليست بطولة نادي بنياس فقط. تمام. الجميل ان البطوله، اعتقد ان هذه البطوله اول مره تدخل نادي بنياس، مظبوط؟ نعم صحيح، لأول مرة من فترة طويلة. ونحن محظوظين يعني بهذا الإنجاز، والحمد لله هو إنجاز مستحق لنادي بنياس على الجهد اللي بذلوه السنين الماضية كلها فيها الاستعداد والتجهيز، واللاعبين طبعا نحن عندنا لاعبين مميزين اكيد. واضافه كبيره كانت من لاعبنا الكبير المصري محمد ابو تريكة. اسال حضرتك سؤال لافت انتباهي في ماتشات بنياس قبل بقى ما اخش معاك في التفاصيل المهمه، هو وجود المدير الفني التشيكي في كل المباريات، في مقصوره المباريات، يعني برغم اقالتكم ليه الا ان الراجل مازال متواجد في كل المباريات. حتى الكاميرا بتيجي عليه تلاقيه بيشجع، تلاقيه فرحان، تلاقيه بيسقف حتى في المباراه النهائيه واقف. مدرب محترم جدا، ومدرب يعني انا ما شفتش مدرب بهذه الاخلاق، وانه رافض انه يسيب الفريق حتى ما يطمئن على نهايه الموسم. يعني فهمني ايه الموضوع ده يا استاذ احمد. والله هو تصحيحا يعني هو لم يكن مقال يعني مثل ما تقول يعني بالطريقه اللي دائما تعمل في الانديه، ولكن احنا ابقيناه كمستشار للنادي، ونحن دائما في اسره نادي بنياس. يمكن لو اخذتوا لقاء مع الاخ محمد استاذنا يعني ولاعبنا الكبير محمد ابو تريكة، بيقول لك كيف الاجواء اللي نحن نعيشها في نادي بنياس. نادي بنياس نحن نعتبر نفسنا اسره واحده، يعني بغض النظر عن ان من اي مكان جاي اللاعب او من يعني نشأة، ولكن نحن داخل نادي بنياس نحن اسره واحده، يعني يسود بينها الود والمحبه والالفه. شيء محترم. دائما يعني نحن يصعب علينا ان سواء كان مدرب او ناس من الفنيين او يعني اللاعبين ان يعني نتركه بطريقه حتى لو كان في تقصير لا قدر الله. وهو طبعا ما قصر، بالعكس مدرب كان مدرب قدير ومدرب يعني، ولكن تعرف احيانا الظروف يعني يمكن مثل ما انا سبقا ذكرت في بعض الناس ما تحالفهم الحظوظ يعني احيانا في بعض الاماكن، ويعني انك انت ترى ان من الافضل انك انت تكلف شخص اخر باكمال المهمه، فمش معناته انه هو الشخص غير مرغوب فيه كشخص، ولكن هو رجل محترم ورجل قدر كل التقدير. تمام كل تمام الاحترام. تمام. الله يسلمك. اكيد. طيب انا عايز اسال حضرتك بقى هنا بقى ايه سؤال مهم. قرات في صحيفه الامارات اليوم خبر على لسان محمد ابو تريكة ان هو وجه لإدارة نادي بنياس كل الشكر، وللجماهير كل الشكر على الحفاوة اللي قوبل بيها، وعلى طيب المعاملة اللي عُمل بيها محمد أبو تريكة طول فترة تواجده في الإمارات، وهو سعيد بهذه التجربة جدا. وده طبعا مش غريب عليكم، طبعا انتوا اهل كرم، ونعلم جيدا اهل الامارات اهلنا طبعا في مصر، لكن ما في شك. ده اكيد ان محمد ابو تريكة واضح انه اتخذ قراره بالعودة الى النادي الاهلي خلاص. هل ده ردة فعل ادارة نادي بنياس ايه؟ نحن عزيزي اول شيء احنا انت قلت ان علاقتنا نحن بمصر علاقه مميزه، مش من اليوم، علاقه ازليه وتاريخيه اكيد، وفيها محبه وفيها يعني ود غير طبيعي بين شعبين. اكيد. ولكن احنا اليوم ما نقدر يعني محمد ابو تريكة علاقته ايضا ببلده وبوطنه وبجمهوره وحبه لهم يعني علاقه غير طبيعيه. تمام. فانا ما اقدر يعني زي ما تقول ازايد على يعني حبه لوطنه واجبره على البقاء في مكان يعني هو يحبه صحيح،
ولكن يبقى بالنسبه لنادي الاهلي وجمهوره في نادي الاهلي والجمهور المصري هو يعني الاساس. تمام. فرجل هذا رجل صراحه يعني في كل الصفات، منها اخلاصه لبلده ومنها عطاءه حتى في المكان اللي يجي فيه. انت شفتوه في مبارياته معانا، مظبوط. رجل يعطي كل ما عنده لارضاء جمهوره ولارضاء نفسه ولارضاء ربه بالدرجه الاولى. اكيد. لان رجل انسان يعني الكل يشهد له بكل عطاءه وبكل اخلاق واخلاص. يعني هذا الرجل انا ما في حقه لو بديت امدحه من اليوم الى بكره. فيعني رجعته لمصر انا اعتقد هي يعني وفاء منه هو لبلده، واعتقد ان التزامه مع ناديه يعني بالدرجه الاولى، وحبه لبلده وحبه لجمهوره، هذا يمكن من الاشياء الاساسيه. ولكن احنا ما في شك احنا استاذنا الكبير يعني هذا بنفتقده، بيترك ثغره كبيره عندنا. يعني وجوده معنا كان جدا مميز وجدا له اثر، وترك جمهور كبير، وبيبقى بجمهور نادي الاهلي ومحبين نادي الاهلي اكيد بيبقوا يشجعونا يعني بوجود محمد طبعا. انا بقول لحضرتك يوم الخميس الماضي كان الجميع يتابع المباراه النهائيه، ويتابع المباراه، وكان في سعاده تلاقي يعني حتى كله كان عمال يتواصل. ابو تريكه بنياس عمل ايه، مش عارف ايه التواصل، ابو تريكه جاب جول دلوقتي، يعني كان في تواصل كبير جدا. احنا من اكبر المكاسب لنا حبكم انتم لنا كنادي متابعتكم هذه، والله يعني حقيقه انا ما اقولها مجامله، ولكن احنا هذا يعني انا اعتبره مكسب اساسي لنادي بنياس قد ما هو الفوز والانتصار اللي حققه. ولكن هذه المحبه ومتابعه، واكيد ان نادي بنياس بيبقى في قلوبكم يعني دائما. اكيد ما اكيد تصورنا اكيد يرحل مع يعني ذهاب ابو تريكه. واحنا بعد ايضا يعني دائما بنطمع بوجوده معانا، يعني ما بين يعني لا تعتقد ان احنا يعني في ناس لما يروحوا عنك يروح وهو انت يمكن تقول الحمد لله انه راح وانا ما ابغاه، لكن غير عن الشخص اللي انت تبغاه يبقى عندك وهو عنده التزاماته سواء كان في حياته. طب يا فندم، قبل هذا التصريح لمحمد ابو تريكه كانت هناك نيه لدى نادي بنياس لتجديد التعاقد مع ابو تريكه؟ احنا نادي بنياس دائما وابدا قلت لك انا انه يرغب في ابو تريكه، لان ابو تريكه اسم عريق واسم له جمهوره وله محبينه. دائما هو مكسب لابو تريكه. بس ابو تريكه مثل ما خبرتك انه هو ملتزم، ونحن بعدنا يعني هو معانا يعني وهواتفه موجوده والتزامه معانا. اذا يعني ما اعتقد انه بيتردد ابو تريكه، ولكن احنا بعد يبقى هو لاعب له مكانته وله. اخر مباراه ليه بكره ان شاء الله، المفروض بكره في الدوري صح؟ اخر مباراه في الدوري بكره الاماراتي. نعم، هي طبعا المباراه هي يمكن يعني تكون هي النهائيه. طبعا هي النهائيه اكيد يعني بكره مع امام الوصل، مظبوط؟ اي نعم ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ احمد الريسي رئيس مجلس اداره نادي بنياس، مبروك كاس الخليج، وتوفيق دائما لنادي بنياس ان شاء الله. مبروك عليكم بعد اهلاويه، لان هذا يعني من هذا الانجاز كان له دور ابو تريكه فيه، فمبروك عليكم. مبروك ليكم كاداره على تواصل. ربنا يكرمك. محبين لكم ومحبين لنا ان شاء الله في المستقبل. واحنا نحترمك ونقدرك كثيرا يا فندم. جميع مشجعي نادي الاهلي. اشكرك. محبين نادي الاهلي ونادي بنياس. اشكرك يا فندم على ذوقك وعلى وقتك. تحياتي لحضرتك، كل التوفيق لنادي بنياس ان شاء الله في